قصص الهروب من السجن إلا كانت ناجحة بطبيعة الحال فراه هي من أكثر قصص الإثارة والتشويق وكتثير اهتمام بزاف ديال الناس، حتى أن هاد القصص داروا عليها كتب ووثائقيات وحتى أفلام ومسلسلات. واليوم غنعاود لكم قصص أشهر هروب في التاريخ اللي سميتها هروب الكاتراز، واللي تشهرات إعلاميا في هوليوود. واستنادا على هاد القصة تنتج الفيلم الشهير اسكيب فروم الكاتراز. سجن الكاتراز الواقع في واحد الجزيرة نائية في سان فرانسيسكو، كانوا فيه اخطر المجرمين وطراو فيه بزاف ديال المعارك ومحاولات الهروب اللي انتهت كلها بالموت او الغرق او الفشل، باستثناء الهروب الناجح الوحيد في عام 1962 قبل ما يتسجن الكاتراز في العام اللي موراه. خطة عبقرية ما عمر شي واحد دارها من قبل منهم، ولغز صحير محققين ديال الاف بي اي الامريكي حتى اليوم. ودابا غنعاود لكم قصة الهروب الناجحة الوحيدة من واحد السجن اللي ما يمكنش الهروب منه. في صباح 11 يونيو 1962 وفاش كانوا كيديروا التفتيش اليومي، الضباط ديال سجن الكاتراز تفاجئوا باختفاء ثلاثه ديال السجناء وبلا ما يلقاو لهم شي اثر، كما لو انهم تبخروا تماما، ولقاو الدمى في الاسيره ديالهم اللي خلاوها كتمويه وصافي. المساجين الثلاثه كانوا هما جون انجلين والشقيق ديالو كلارينس وفرانك موريس، اللي كانوا كيتعتبروا من اخطر المجرمين ديال السرقات والسطو المسلح في ديك الوقت في امريكا. وكمعلومه اضافيه، السجناء الثلاثه كانوا كيعرفوا بعضياتهم حيت كانوا دوزوا فترات في سجون مختلفه، والرابط اللي كيجمعهم ايضا فهو الماضي ديالهم المعروف بمحاولات الهروب الكثيره اللي قاموا بها. وهذا الشيء اللي خلى البوليس يدوهم السجن في جزيره نائيه، حيت حتى واحد ما يقرب يهرب منه على حسب الاعتقاد ديالو. ولكن داكشي اللي غفلت عليه الاداره ديال السجن هو انهم حطوا المساجين بثلاثه بهم متقاربين، يعني الحيط للحيط، وهذا الشيء اللي خلاهم انهم يديروا خطه مدروسه ومحكمه ويتعاونوا باش ينفذوها وفق الموقع اف بي اي الرسمي. وبعد التحقيقات اللي دامت سنوات، في ذاك الوقت كان موريس المعروف بالذكاء والمحاولات ديالو الكثيره للهروب، وهو راس الحربه بيناتهم، ومخطط للهروب بالمساعده ديال الاخوين انجلين. واحد النازل اخر ما توفقش في الهروب حيت ما قدرش يخرج من الزنزانه ديالو، وهو الين ويست. وكان ويست علم البوليس بخطة الهروب المحكمة اللي ما تكتشفاش حتى داز 10 ديال السوايع. في الصباح ديال اكتشاف عملية الهروب، المسؤولين على الحبس ما لقاوش السجناء ثلاثة في الأسرة ديالهم، ولكن الأغرب من هذا الشيء هو أنهم في التفتيش الليلي اللي غارديان ما عرفوش أنهم ما كاينينش تما، حيتاش الأسرة ديالهم ما كانتش خاوية، كانوا فيها سيريوسا اللي عندهم شعر حقيقي على الوسيد وكتلة كتشبه الجسد الإنسان، وبانت لهم كأنها حقيقية. ولكن هذيك الرؤوس الوهمية في الحقيقة كانت مصنوعة بدقة وبذكاء، كانت مصنوعة من القبس اللي مصنوع من السيما، اللي كان كيحتوي على مواد بحال الصابون ومدهونه بصباغه ديال الجلد ديال الانسان، واللي جابوها من الورشات اللي في الحبس، واللي كانت مغطيه بالشعر حقيقي باش تكون ديك الدميه كتشبه الجسد الحقيقي. فاش تم اكتشاف امر هروب السجناء تسد الحبس وبدات عمليه تحقيق باش يكتشفوا طريقه اللي يهربوا بها، حيت في الوهله الاولى بان لهم كان انهم تبخروا. وبحسب موقع جلوبال نيوز قالوا أن تخطيط وتنفيذ عملية الهروب استغرق من السجناء بثلاثة موريس والأخوين أنجلين عام تقريبا، وتبين من بعد أنهم استعملوا المعالق وبعض الأدوات اللي كانت ماضية واللي تصنعات في السجن باش يحفروا التقابي في الفتوحات ديال التهوية اللي كاينة في الزنزانات ديالهم، وقدروا أنهم يحفروا في جوج ديال الحيوط ودازوا عبر الممرات ديال التهوية الضيقة اللي في الاخر انتهت بواحد الساريات ديال الحديد، ومشاو طلعوا للتيويات ديال الماء اللي كاينه الفوق، ومن تما غادي يهبطوا باش حتى واحد من الحراس ما يشوفهم حتى يوصلوا للبحر. وفاش قلبوا البوليس لقاو ايضا واحد الممر سري اللي يسمح لهم باش يوصلوا للسطح ديال الزنازين ديالهم، بحيث انهم داروا ورشه عمل سريه صنعوا فيها ادوات بدائيه من داكشي اللي تاح لهم من بينها منظار، واللي خلاو انهم يراقبوا الحراس في فتره العمل ديالهم. كما صنعوا ايضا مجاديف وسطورات النجاة. وكيتعتقد ان بعض الهروب ديالهم السجناء توجهوا شاطئ الشمال الشرقي ديال الجزيره وطلقوا الفلوكه ديالهم اللي صنعوها فقط من الزواكت اللي كترجع لحقبه الحرب العالميه الثانيه. وكان الامر الوحيد اللي بقى من عمليه الهروب اللي قاموا بها واللي تعتقد انها ناجحه لقاو الفلوكه ديالهم قريب من جزيره انجل، بالاضافه مجداف يدوي الصنع. ولكن وبالرغم من انه من المؤكد الهروب ديالهم من السجن والوصول ديالهم من الماء، ولكن الوصول ديالهم من البر احياء مازال لغز محير. من المحتمل ان الامواج دفعت الفلوكه اللي كانت خاويه بعد غرقهم، حيتاش ما لقاو حتى شي جثه السجناء بثلاثه بهم. ومن جهه اخرى مركز التحقيقات الفيدرالي سد القضيه رسميا في 31 ديسمبر 1973،
ومن بعد سنوات من التحقيق ومحاولة إيجاد شي دليل على الحياة أو الموت ديالهم، سلم المسؤولية لمركز الشرطة الأمريكية، واللي مازال كتواصل التحقيق باش يعرفوا واش راهم حيين أو لا. والسبب اللي خلى التحقيقات تستمر فهو تلقي شرطة سان فرانسيسكو في عام 2013 رسالة من واحد الشخص كيقول أنه هو جون آلي، وفق الموقع سي بي سي نيوز، كيدعي على أنه هو الوحيد اللي باقي على قيد الحياة، وأن الشقيق ديالو توفى في عام 2011 وموريس في عام 2005. وقال أنجلين في الرسالة أنه غادي يوريهم بلاصتو فين كاين إلا خدا وعد في التلفزيون أنه ما غاديش يمشي للسجن لأكثر من عام واحد، وأنه غيكون قادر على تلقي الرعاية الطبية بعد ما تم التشخيص ديالو بمرض السرطان. قسم الشرطة صيفط رسالة لمكتب التحقيقات الفيدرالي باش يحلوها ويتخذوا القرار ديالهم، ولكن رفضوا باش يعتمدوها كدليل أو أنهم يتعاونوا مع الشخص اللي صيفطها.